بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشاهد، موضوع حلقتي لليوم هو مفاجأة كبيرة ضخمة فجرت الإعلام، يلي هي اختراع وصنع سيارات ذاتية القيادة. هو كان تطور ثوري كبير في عالم السيارات، في عالم التقنية والتكنولوجيا، في عالم الذكاء الاصطناعي. ونحن قلنا قبل هالمرة انه راح يجي يوم هالإنسان هالمسكين هالفقير راح يجي وقته يقعد بهالبيت لا يلاقي له وظيفة، ولا يلاقي له شغلة، ولا يلاقي له أي عملة، وسيتم الاستغناء نهائيا عن خدماته. خلص عمي، ما عاد بدنا خدماتك، عود بهالبيت وحط كاسة الشاي وروق، وانت مالك علاقة. حتى لما بتطلع بالسيارات هي ذاتية القيادة. ونحن بنعرف وسمعنا قبل هالسنة والسنة اللي قبلها، كمان السنة اللي قبلها، انه بدأوا بصناعة او صنعوا كمان واخترعوا السيارات الكهربائية. بس كمان عزيزي المشاهد، هالسيارات الكهربائية هي اللي وصلت واللي اجت واللي سمعنا فيها عم يستعملوها هنيك بأوروبا وأمريكا من سنة تقريبا 1950 1960. يعني لا تستغرب، يعني رغم انه هالسيارات الكهربائية لسه ما وصلت للدول العربية، حتى الخليج ما وصلت له. عرفت شلون بقى سيدو؟ فقاموا بصناعة هي السيارات الكهربائية، وكانت مقدمة لشو؟ كانت مقدمة لهالسيارات هي ذاتية القيادة. واليوم كشف العلم والمصنعون مع علماء التكنولوجيا والميكانيكا بالتعاون طبعا مع الذكاء الاصطناعي، لا تنسوا لي هذا الله يرضى عليكم، بدأوا يكشفوا عن صنع واختراع السيارات هي اللي هي ذاتية القيادة. وبدأت كل الشركات والمؤسسات السيارات الكبيرة والضخمة والمتعارف عليها عالميا بدأوا يتسابقوا في صناعة واختراع هذه السيارات حتى يتم العمل، وبيبدأ العمل بهالسيارات واستخدامها مو طبعا بين الناس كلياتها، بين دول العالم كلياتها راح يبدأوا يستخدموا هاي السيارات، لا، راح يبدأ الاستخدام هاي السيارات بأوروبا بأمريكا للتجربة، للإمكانيات، للسعر الغالي اللي راح يكون. راح يبدأ العمل بقيادة هاي السيارات مع نهاية 2030 ميلادية. هالسيارات هاي عزيزي المشاهد لا تلي بتشتغل على المازوت، ريحتها بتخنقنا ودخان طالع بالسماء ومرض هذا وعمل عدوى هذا، لا. ولا تلي بنزين، ولا تلي غاز، والله تكون ماشي السيارة ومركب لك هيك وراك أنين تغاز السيارة والسيارة عم تمشي على الغاز. طب صار حرب بالذات مثل دول الخليج، انفجرت السيارة وعملت 100 قصة، وهالعائلة اللي كانت بهالسيارة أو هالأشخاص راحوا فتافيت. لا، هي سيارة صديقة للبيئة، راح تكون بنفس الوقت كهربائية، يعني لا ريحة ولا تلوث ولا شيء. وبنفس الوقت شوف لوين عم بيفكروا العلماء والمخترعين والمصنعين، يعني أي أمر عم بيصنعوه ما بيجيبوا والله بيصنعوا لك السيارة هات ماكينة، هات شطمان، هات بوجية، أعطيني ما بعرف شو، لا، في ميزة هون بصناعة السيارات هي ذاتية القيادة. أتحداك تعمل حادث مرور، ما في حوادث مرورية. لذلك شو بقولوا لك؟ إنه النوع من هاي السيارات ذاتية القيادة تخفض من نسب وقوع الحوادث المرورية ومشاكلها ووقتها ونتائجها، لأنه أي سيارة بتعمل حادث أقل شيء إذا ما في إصابات بالأرواح لا سمح الله السيارة راح تتضرر. إذا كان في إصابات بالأرواح ما بيخلى الأمر من جرح، من كسر، وبالنهاية يمكن موت وحريق للسيارة. فهون لا، هاي الميزة يلي اخترعوها كمان، إنه نسبة الحوادث المرورية مثلا، ما خلينا نقول مثلا بأمريكا نسبتها 30%، فورا بتنزل لل 5% ل 3%. بالدول العربية نسبة حوادث المرورية مثلا
بتتجاوز مثلا 50%، فورا بتنزل لل3 وال5 وممكن لل10%. فتخيل عزيزي المشاهد هالميزة هي قد هي حساسة. هلا ممكن واحد من المستمعين يقول لي مثلا او المشاهدين يقول لي طيب شلون بدها تعرف الطرقات هي؟ دخلك هلا انت لما عم تركب هالسيارة وما بتعرف المنطقة الفلانية ببلدك، او كنت سائح انت ببلد تانية، تمام؟ طيب خلينا نقول مثلا نزلت على لبنان، بيروت، نزلت على القاهرة، طب شو بيعرفك بالأحياء والمناطق والمكان يلي انت بدك تروح له؟ فشو بتساوي سيدو؟ بتشغل شو؟ الجي بي اس. جوجل امريكي حبيبنا هذا صاحبنا، والله مو مخلي ذرة نقطة، مو مخلي مكان فارة، مو مخلي مكان نملة إلا أبدا. بس تحط الجي بي اس بيجيب لك مكان النملة والفارة والسحلية والسلحفة وغيره وغيراته. فهون السيارات هي رح تكون طبعا ومن الطبيعي إنه مجهزة بخدمات جي بي اس الأمريكية، ولكن هالخدمات هي خاصة بنوع من هالسيارات هي. يعني ما رح يقترحوا الخدمة هي إلا لجوجل جي بي اس، رح يرجع ويفرمت من أول وجديد جي بي اس مخصص لنوع من هي السيارات. لأنه في طرقات ببعض الأحياء مثلا السياحية ببعض الدول، طرق قديمة ضيقة، حارات، زواريب، زقاقات، ما هيك؟ فهون بسنة 2030 ميلادية كل شيء رح يكون جاهز. طبعا من خلال كمان الجي بي اس رح يكون هنيك برنامج للتحذيرات دقيق وعنده أداء عالي وحساس جدا لسائر هذا النوع من هذه السيارات اللي هي ذاتية القيادة. الأمر المضحك بالموضوع، أو مو المضحك، بدك تقول المحزن، المفرح، السعيد، يلي بدك يا سميه سيدي، يلي هو إنه أنت لما بتيجي بدك توقف هاي السيارة، بتوقف لك هاي السيارة لما بتيجي حضرتك وبدك تفتح الباب أو من الشباك تقول له بدي روح على المكان الفلاني، بيقعد بخاطبك جهاز من السيارة نفسه وين بدك تروح، وبتسأله عن الإجرة بيقول لك الإجرة كذا، أو مثلا بيكون في عداد للسيارة بقيمة طبعا إجرة الطريق وغير هيك. بس بيقول لك تفضلت، وما بيمشي على طول مثل سيارات التكاسي هي الصفر المنتشرة بالدول العربية، والتوك توك هذا أو 3 دواليب وغيره. لا سيدي، بتطلع بالسيارة بتركب فورا ما بتسمع إلا شو هداك الجهاز يلي عم بيخاطبك، هل أنت جاهز للسير؟ ضع حزام الأمان، وبيعطيك أوامر كتيرة، وبالأخير بقول لك هل أنت مستعد؟ بدك تجاوبه، ما في حل عنه. بس تقول له مستعد بيمشي، مو بيحط رجله على البنزين وطوع وبيطلع له بسرعة 60 50 40. لا، في أصول للسرعة، بيمشي شوي 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 شوي، ولكل طريق بطريقه بيلتزم بشو؟ باليافطات المرورية تبع السرعة وغيره، والإشارات المرورية شغلة كبيرة. يعني رح يعني شيء غريب. كمان المضحك المحزن بنفس الوقت لما بتيجي بدك تنزل، مو فجأة بدك تقول له وقف هون، نزلني هون. لا، في أماكن مخصصة مثل أماكن الحافلات، الباصات، في إلى مواقف محددة. يعني ولو كانت مثلا بعيدة عن بنايتك مثلا 5 6 أمتار 10 أمتار، لا، في مكان وموقف محدد لهذا النوع من السيارات. يعني بدك تلتزم بالمواقف. كمان لما بتيجي بدك تنزل انت من السيارة، ما بتيجي بتنزل كيف ما كان، كمان في جهاز بالسيارة بيعلمك كيف تنزل، ما بينزلك إلا بمكان آمن، وما بتنزل إلا أنت بخير وبعافية. هذا النوع من هالسيارات هي يعني عم ياخدوا بعين الاعتبار كل إجراءات تدابير الأمن والسلامة والحرص والحذر من وقوع أي مشكلة مرورية ممكن تضر السيارة أو تضر العالم يلي بالطريق، أو تضرك أنت، أو مثلا تكون أنت وعائلتك
لا، في تدابير أمن وسلامة أنت بدك تلتزم فيها. وهذا الحكي اللي أنا عم بقول لكم إياه، إنه ما رح تنتشر هذا النوع من هالسيارات إلا بأوروبا وأمريكا بالأول لثمن الغالي. وبنفس الوقت عمي نحن ما بنقدر كلياتنا نلتزم بهيك سيارة تقعد تمشيني على كيفها، لأنه بالأصل نحن ما عم نمشي عن النظام. البعض الكثير منا ما عم يلتزم لا بنظام ولا بيافطات ولا بطريق ولا بأي قصة، لذلك بدها تتأخر لتنتجر عنا. يمكن ما تنتجر عنا لل 2050 سيدي، فلا تستغربوا من هالمواضيع هي. بكل الأحوال هذا النوع من السيارات راح يكون التنافس بين شركات السيارات لتصنيعها تنافس إلى أبعد الحدود، وراح يكون حصريا هذا التنافس بين شركات السيارات العالمية المعروفة المشهورة بالتعاون مع مين؟ مع هالمؤسسات التكنولوجية مثلا، وشركات ومؤسسات الذكاء الاصطناعي. ما بدنا ننسى أبدا هذا الذكاء الاصطناعي، لأنه هالسيارة ذاتية القيادة هي ما بتمشي بدون شو؟ الذكاء الاصطناعي. هلا أنا يلي بدي أقوله إنه لما بيخترعوا هيك سيارة وب 2030 بدهم يبدأوا يستعملوها، وخلينا نقول 2050 نحن الدول العربية بدنا نستعملها والدول الأفريقية وغيرها. طيب عدد سكان كوكب الأرض هلا 8 مليار نسمة، 8 مليار بني آدم. طب 8 مليار بني آدم هدول لما طلعوا لي باختراع السيارات ذاتية القيادة والروبوتات اللي راح يوصفوها بدوائر الدولة، والروبوتات اللي صاروا يحطوها خدم بالبيوت وبالطرقات وما بعرف شو، يعني كلها آلات عم بيصنعوها لخدمتهم وإلى آخره. طب 8 مليار منهم خلينا نقول نحن مثلا يا أخي 5 مليار منهم بين موظف وعامل. طب هالآلات هي المصنعة وهالتكنولوجيا اللي عم تخترع كل يوم قصة من خلالها عم تستغني عن هالإنسان إن كان موظف أو عامل. هالبني آدم هذا طب شو بده يساوي؟ ما بده يشتغل، يقعد بالبيت. لذلك برجع بقول لكم ما رح تتم هالصناعات هي إلا ليحققوا المليار الذهبي، مليار. والمليار الثاني شو؟ خدموا حشموا سواقين وما بعرف شو للمليار الأول اللي هو المليار الذهبي. فما بدنا نفرح كتير بهيك سيارات. بتمنى عزيزي المشاهد أني كون أديت مهمتي بهالخبر، أنا ما دخلني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.